لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعة. هخسر، ذاتس فير. اتعلم بعد كده. هخسر الماتش ده، اكسب الماتش الجاي. هخسر الماتش الجاي، ايه المشكله؟ هتعلم برضو بالماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده. هخسر الماتش اللي بعده، ايه المشكله؟ ما هو انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش. بس هطلب منك طلب واحد بس، استخدمني، اعمل من خلالي اي حاجه يعني، عشان احس ان ليا قيمه، لان كانت التحديات كبيره. فالحقيقه مع اي جايزه بناخدها، اولا بحس انها رساله من ربنا، انه زي ما يكون بيطبطب عليا كده، يعني بيقول لي تشجع، انا يعني انا في ظهرك، انا واقف معاك. انت ليه مستني حد يدعمك؟ يا تنجح لوحدك يا تقف على رجلك لوحدك، ما حدش هيساعدك، عشان يوم ما يساعدك يجي يقول لك انا اللي عملتك. اعمل نفسك برجلك، لان كل الناس هتطلع تقول لك وحش، كله في البدايه يقول لك وحش، ما حدش هيقول لك غير لما توصل. انت عدو نفسك صراحه يعني. اكدب عليك، بص يا ابن عمي، انا كنت مخبي عليك الفتره اللي فاتت، بس انا بصراحه عايز اصالحك. بص، اوسخ شخصيه في حياتك هي انت والله، وفي حياتي انا شخصيا اوسخ شخصيه في حياتي هو اللي انا باصص له في الموبايل دلوقتي. ليه؟ لان انت كل يوم الصبح بتقوم اكبر عدو في حياتك هو اللي انت بتشوفه في المرايه ده. والله بص، انا كنت هندم لو كانت جت عليا لحظه حسيت ان انا قصرت او ما عملتش اللي عليا، او ان فرصه المكسب 1 في المليون دي ما كانتش تبقى من نصيبي. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. في الاول وفي الاخر انت كان الريموت كنترول في ايدك، ربنا ما خلقكش وانت ريموت كنترول حياتك في ايد حد تاني غيرك. عشان كده انت هتتحاسب على ايه؟ تتحاسب على حاجه كانت بره ايدك، تحاسب على ظروف مش ظروفك. فقبل ما تسال نفسك انا اصل المبررات عاوز اسال نفسك انا عملت ايه عشان اخد الحاجه اللي فيه مليون واحد غيري عايزين يوصلوا للحاجه دي. انا عملت ايه زياده؟ انا عملت ايه مختلف؟ انا استحملت ايه اكتر منه؟ العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجه. بص يا ابني، اللي حصل وما تقدرش تغيره. صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. الدنيا مش عايزه اللي يتفرج عليها، لو فضلت تبص لها من بعيد هتقول لك باي باي يا عينيا. انت ما انتش عارف ربنا بيختار لك ازاي، ربنا بيرتب لك ازاي، ربنا بيدبر لك ازاي. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضيه مش كلها بتدار بحساباتك انت. اسمع نصيحتي يا ابني، لا حد هيشيل همك ولا حد هيشيل شيلتك ولا حد هيحس بوجعك حبيبي، ولا حد هيطلع من جيبه ويديلك، ولا حد هياخد من سعادته ويديلك يا حبيبي. يا ابني خليك مع الله وارمي حمولك على الله، خليك قريب من ربك. خليك دايما فاكر الجمله، انت مش افكارك، انت حريه اختيارك لافكارك، وانت برضو مش صوتك الداخلي، انت اللي قاعد سامع صوتك الداخلي. كده في اتنين، في واحد بيتكلم وفي واحد بيلاحظه. انت اللي بتلاحظه وتقول له يكمل كلام في ايه ويوقف كلام عن ايه. اصلح واحد فينا ممكن تجيله اسوأ الافكار، بس اللي بيخليه اصلح واحد فينا انه ما بيحطش الافكار دي في افعال وما بيسمحلهاش انها تسيطر عليه.